يا اهلا وسهلا باحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. النهارده فيديو جديد. عملت عزومه مصريه اصيله من اللي كلكم بتحبوها، الاكلات اللي بتفتح النفس وبتجمع العيله كلها. عملت تشكيله اكل بدات فيها بعمل الفراخ المشويه في الفرن بطريقه سهله وبسيطه. جهزت وراك الفراخ وحضرت لها بصل متقطع صغير، ضفت على البصل ده بهارات فراخ وفلفل اسمر و7 بهارات وملح، ودعكتهم كويس جدا في بعض علشان البصل يتبل. تبلت فيها بقى الوراك بالبصل وحشيت كمان الجلد من جوه. الطريقة دي بتخلي الفراخ طعمها مختلف، وكمان بتكون جوسي قوي من جوه، وبتبقى الورك مستوي قوي وبياخد كمان من طعم البصل وبيبقى حلو جدا. انا بحب اعتمد الطريقة دي على طول احسن من الفراخ لما تكون مسلوقة. بعد ما حشيت الفراخ رصيت كده الوراك كلها في الطاسة او في صاجة الفرن زي ما انتوا شايفين. لو وصلتم بقى لحد هنا صلوا على النبي واكتبوا لي في التعليقات علشان خاطر ناخدوا حسنات مع بعض. دلوقتي انا هحضر الصلصة اللي انا هدهن بيها الوراك من فوق. الصلصة دي عبارة عن صلصة طماطم متسبكة، ضفت فيها معلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة من الملح، وكمان ضفت معلقة من زيت الطعام. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيت الوراك كده في الطاسة ورشيت لها كمان رشة زيت من فوق. لو حابة تعملي الخطوة دي اعمليها، مش حابة مفيش مشكلة. دلوقتي بدهن وراك الفراخ بالصلصة المتبلة علشان الفراخ تطلع من الفرن واخدة لون حلو ولون ذهبي. بعد ما هخلص دهن الوراك بالصلصة هضيف لها كوباية مية علشان تساعد على السوى، تطلع البخار بتاعها على الوراك وتستوي. هدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة واسيبها لحد لما تستوي معايا وتكون جاهزة للتقديم. دلوقتي بعد ما دخلت الوراك في الفرن لحد لما تستوي هنعمل بقى الأكلة التانية. هحضر العصاج اللي هعمل بيه أكلاتنا النهاردة. أنا هعمل رقاق وهعمل مكرونة بالبشاميل، وكمان هعمل بسلة باللحمة أو طواجن بسلة باللحمة، ودي أكلتنا النهاردة في عزومتنا النهاردة. بس أنا مش هطول عليكم الفيديو، هعمل لكم وهصور لكم حاجات بسيطة كده هقدر إني أقدمها معاكم علشان خاطر انا لقيت الفيديو هيبقى طويل قوي، فمش حابة ان انا اطول عليكم. ان شاء الله في فيديو تاني هعمل معاكم المكرونة بالبشاميل، وهعمل معاكم كمان طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة، وهعمل البسلة باللحمة او طواجن البسلة باللحمة. بس انا هقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه. انا بعصج اللحمة المفرومة، حطيت لها بصل وحطيت لها فلفل اخضر وحطيت لها كمان طماطم، وفي الاخر خالص تبلتها بمعلقة من الصلصة ومعلقة من الملح وكمان فلفل اسمر. ونسيت كمان اقول لكم عملت في العزومه دي كمان عملت محشي كرنب. محشي الكرنب بقى انا عملت له الفيديو ونزلته قبل ما انزل الفيديو دوت. تمام. دلوقتي بقى خلاص العصاج بتاعي جهز، وهجهز بقى الملوخيه. هاخد من شوربه اللحمه وهحط في الحله الصغيره دي اللي هعمل فيها الملوخيه بتاعتنا النهارده. وزي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الملوخية. بس قبل ما تضيفي الكيس بتاع الملوخية بتاعك، الملوخية دي مجمدة. بحب اجيب ملوخية بسمة جميلة جدا. لازم يكون الشوربة بتاعت الملوخية بتغلي، ما تحطهاش كده يعني في شوربة باردة علشان خاطر الملوخية ما تسقطش منك.
ودلوقتي هعمل صينية الرقاق وهعمل المكرونة بالبشاميل وهحضرهم، وحضرت كمان اللحمة بالبسلة، وكمان عملت المحشي، وخلصت أكلتنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم، مع السلامة.